ايه ده؟ تعرفوا ايه ده؟ اقول لكم ايه ده. ده مايونيز. انا عملته دلوقتي في البيت كده في 5 دقايق ويمكن اقل من 5 دقايق. هيعجبكم قوي. تعالوا اقول لكم احنا عملنا الطريقه دي ازاي علشان تخلوها كده في بيوتكم، تحطوها على السندوتشات بتاعتكم. حلوه قوي وبدون اي مواد حافظه. واحلى كمان، وطعمه احلى كمان بكتير بكتير قوي 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 من من بتاع المحلات اللي في البطرمانات بتاع الشركات ده. وطبعا هو بقى غالي جدا دلوقتي، وهتعمليه سهل جدا يعني ما فيهوش اي حاجه. طبعا كلنا عارفين ان اساس المايونيز هو البيض والزيت. في ناس بتعمله من غير بيض خالص، تعمله بلبن، يعني بدل ال- البيضة تحطي كوباية، نص كوباية لبن ساقعة. هنا حطينا بيضة، ودي ربع معلقة ملح، دي معلقة خل كبيرة، ومعلقة عصير ليمون اهو، ودي كده 3 كوباية الا ربع زيت يعني. اساس المايونيز طبعا هو الزيت والبيض، بس في ما بيحبوش البيض فبيعملوه. احنا هنضرب هنا بالهاند بلندر، بلاش خلاط عشان ما يتقلش معاكي ويبوظ لك الخلاط. طبعا هو تقل جامد، فبتضطري بقى انت بقى كده بعد كده بترفعي عندك الهاند بلندر بالطريقه دي، بصي كده. خلاص كده هو ناعم جدا. بصوا شايفين قوامه عامل ازاي؟ طبعا هو باين هنا اهو. هنفضيه بقى كده في حاجه. طبعا هو يعني سايل شويه كده، هو كان تقيل قوي قوي، وانا زودت عليه معلقه واحده بس من اللبن. فطبعا هو بقى كده قوامه جميل جدا طبعا. هيتحط بقى في التلاجة. هيجمد جدا برضو تاني، تقدري تاخديه بقى منه كده. انا طبعا عامله كميه صغيره جدا علشان يعني ده فيه بيض وفيه لبن، ما يعني ما يبص عندك لو انت مش بتستخدميه كتير يعني. بقى بالشكل كده، بقى بالشكل ده تقدري تحطيه بقى كده على سندوتشات الهمبرجر بتاعتك، كفتة، اي حاجة. سلطة التونة احنا هنعمل، وهنحط على سلطة التونة منه، بس هنحطه في التلاجة شوية علشان يعني يجمد حبة، يعني هو جامدة اهي وزي الكريم شانتيه، وطعمه جميل جدا جدا وبدون اي مواد حافظة. ويا ريتك ما تعمليش كمية كبيرة، تعملي حبة صغيرة كده تقعد عندك مثلا اسبوع او حاجة، وبعدين تعملي تاني غيرها. يعني ده مقاديره سهلة وبسيطة في كل بيت، يعني احنا ما اشتريناش حاجة. وقلت قبل كده في اول الفيديو، اللي مش بتحب البيض بلاش تحط بداله كوباية لبن، بس لازم اللبن بيبقى ساقع في التلاجة، والزيت كمان تحطي كوباية ساقعة في التلاجة عشان يربطوا مع بعض. وبس كده، والطريقة طبعا سهلة جدا.
خلاص شفنا الطريقه مع بعض، شايفينها قد ايه سهله وبسيطه. عايزه اقول لك لو انت عايزه تحطي له معلقه صغيره قد دي كده مستردة حطي له، بس هو يعني ما عندكيش مش مهم يعني مش محتاج. واقول لكم هي كده خلاص المايونيز بقى في منتهى الجمال معانا كده وجاهز. يا رب بقى اللي لسه ما اشتركش في القناه، انا سومه وده مطبخي انا سومه، يا ريت تشتركوا في القناه وتشرفوني باشتراككم وتسعدوني بلايكاتكم الجميله وكومنتاتكم الحلوه. لو عجبكم الفيديو يا ريت بقى تشيروا الفيديو لكل حبايبكم، واشكركم لحسن المتابعه. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.